الشعب اليوم يعرف بأن هذه الحكومة نيتها حسنة وتريد أن تصلح. العالم الخارجي يعرف أن هذه الحكومة جادة وأنها جاءت لإصلاح مشاكل المغرب. بطبيعة الحال كتقولوا لي نوضي العداوات، طبعا لأن أنا ما كنعرفش نسكت عن المنكر. واش نتوما كتقولوا الفساد 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 وبغيتي يبقى كل شيء فرحان وخرج ليلة بانفراد؟ ما يمكنش. الاستثمار في المغرب في الوقت الذي تبقى عانى مما عانى منه كافة الإشكاليات في المغرب: التحكم في السياسة، التحكم في الثقافة، التحكم في الاقتصاد. وانا ولا سجن ما وقع بيني وبين حتى شي مشكل، والعلاقات الحمد لله بيناتنا مزيانه. كتقولها مدام مريم من صالح كتقولها انا اش بغيتي، نوضوا القيره حتى هي بيننا وبينها. اليوم رجال الاعمال كيعرفوا بلي هذه الحكومه جاءت تحاول ان تقيم بينهم منطقا متساويا فيه العدل، منطقا متساويا فيه الانصاف، منطقا متساويا فيه النزاهه والشفافيه. لا بد شي وحدين كيشعروا باللي المصالح ديالهم السابقه تتضرر ويحاولون ان يدافعوا عن مصالحهم، وبطبيعه الحال لا يقول الامور بصراحه ووضوح، يقول الامور بطرق مختلفه وملتبسه وملتويه. هذه هي السياسه ديال المغرب. انا ما كنعرفش هذا الشيء، انا ما كنعرفش. انا كنجيكم نقول: الا تعترفون ان هنالك نقابات افسدت كم من المشاريع؟ قولوا الحقيقه. الا تعترفون ان هنالك زعماء عندكم تعتقدوا باللي انا هذه رئاسه الحكومه راه هي الجنه بالنسبه الي؟ لا، الجنه عند الله. ما انا الان كنقوم بواحد الدور قاسي. نوحنا الى اخر الرمق. سوف نتمسك بكل ما فيه استقرار بلادنا، بكل ما فيه مصلحه بلادنا، بكل ما فيه خير بلادنا. والسلام عليكم ورحمه الله.